السلام عليكم. المشاركة ديال اليوم غادي نشارك معكم الزميطة اولا المريسه اللي كنديروا في المنطقه ديالنا. كنديروها البنات خصوصا هكايا في الصيف، كتروي العطش وصحيه بزاف، خصوصا في شهر رمضان كيستعملوها بزاف، كيشربوها في السحور. زوينه زوينه لذيذه وصحيه. كيف غادي تشوفوا اللي كتكون من الشعير، كتشوفوا الوالده ديالي كيف كدير ليه من بعد ما كتنقيه. ضروري التنقية ديالو والغسيل ديالو ويتنشف مزيان، ما يبقاش فيه الماء. وكتاخد هاد الطاجين ديال الطين، كتشعل الكانون، كنولي الكانون كتشعلو بالعواد وكت كتحمرو، كتحمرو حتى كيتحمر ما يتحرقش باش ما يجي مُر. كتحمرو وإلا لاحظتوا ملي كتحمرو دايره واحد الخنشه حداها وكترمي فيها. المهم الطريقة ديالها هي الصراحة محترفة فيها. هكا كتصايب، ما عرفتش كيما غادي نشرحها ليكم. ملي كتحمروا كتخوي يدها نيشان وكيتخوى فيه. غادي تقرب لكم الفيديو باش تشوفوا. ها هي البنات واحد الخنشه صفرا تما على قد اليسار ديالها، كتحطوا تمايا من بعد. كيف كتشوفوا كيدوزوه في المهراز. هذا البنات المهراز المهم كيدقوه غير القياس، ماشي يدقوه حتى لا، غير دقوه باش تحيد منو ديك السفه، حنا كنقول ليه السفه ديالو. من بعد كدوزو في الكرياج. هذا البنات الكرياج باش يتحيد كاع شي حاجه اللي رقيقه فيه تحيد، بحال ديك نقول لكم بحال المهم رقيقه كتحيد بحال هذا الشكل باش يسهل عليها انها المهم حتى النخاله ما تجيش فيه. غتشوفوا شحال تبارك الله حيد منه. المهم المهم كان دوزو في الكرياج. ها هو شفتوا البنات شحال ديال النخاله. من بعد كتخويه هكا في البانيو وكتنسفو، حنا كنقولوا كتنسفو بهذا الطبق. كتنسفو وكتحط وكتعاود تهز وتنسف وتحط باش يحيد منه ما يبقاش فيه داك النخاله نهائيا. ملي كيطحن ما يبقاش فيه نخاله بحال هكا. ملي كتشربوه ما يجيكمش في الحلق ديالكم حرش. صافي تنسف الكميه كلها اللي عندها، كتبقى على هذه الطريقه وكتحط في البانيو اخر. المهم البنات هاد الطريقه كتبي شويه العوين وشويه الجهد. المهم وحده بحال الا كانوا افراد بزاف كتار، وحده كتسخن كتحمر والاخرى كتغيز، حنا كنقولوا كتغيز في المهراز، والاخرى كتنسف. وحده كدوز من هذا وحده كتنسف. الا شفتوا البنات ها هو كله الخلوط ديال الزميط، إلان، الجنجلان، حبة حلاوة، فليو، البسيبسة، تيميجة، سركنا. هذا هما الخلوط. من بعد البنات ما وريتكم الخلوط ديال الزميطه. ها هو البنات خووه في الخنشه اللي غادي يصيفطوا المطحنه، خوو عليها دوك العشب كلهم. وغديروا واحد كميه ديال الملحه. ضروري كميه ديال الملحه، مثلا كاس ديال الملحه على حسب نتوما الملحه. الا ما بغيتوش مالح صافي كيمشي للمطحنه كيطحنوه كيجي بحال الشكل هكايا دقيق. صافي كتخلطوه مع الماء. كاين اللي كيبغي يخلطو مع اللبن، كل واحد هو. انا الصراحه البنات كنخلطو مع الماء وكندير فيه شويه ديال السكر. كيعجبني حلو الصراحه، كيروي العطش زوين زوين بزاف بزاف وزوين حتى لوليداتكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وشكرا لكم.